ليه المطورين العقاريين بيطرحوا المشاريع على مراحل؟ هل دي شطارة؟ هل ده مشكلة للمشتري؟ المشروع هيفرق إن أنا أشتري في مشروع على مراحل أو على مشروع بيتباع كل مرحلة واحدة؟ كل ده هتعرفه معانا في الحلقة دي مع محمد جلال، وحلقة جديدة من فك شفرة السوق العقاري المصري. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ليه المطورين العقاريين بيبيعوا مشاريع على مراحل؟ هو أغلب المطورين العقاريين الكبار بيقسموا المشروع على مراحل، وده مش من فراغ، ده لعدة أسباب. أول حاجة تقليل المخاطر، تاني حاجة عشان يقدر يختبر السوق بالمشروع بتاعه، تالت حاجة عشان يقدر يعلي الأسعار تدريجيا، ورابع حاجة عشان الإدارة. طول ما المشروع بيتقسم فيبقى فيه إدارة كويسة وتنفيذ كويس وإشراف كويس. طب هو المطورين بينزلوا بالمشاريع على مراحل، ولا في مطورين بينزلوا المشروع كله مرحلة واحدة؟ لا، في طبعا، وده بيبقى لعدة أسباب. يا إما المشروع صغير زي الكوزي كومباوندز والحاجات كده، يا إما المطور عنده عباءة مالية قوية جدا 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 وقادر إنه يمول المشروع كله. وده مش لازم عشان هو مطور كبير ما عندوش عباءة مالية، لا، المطور الكبير دايما عنده عباءة مالية، بس هو قادر إن هو يمول المشروع كله مرة واحدة، فبالتالي بيبيع بأسعار أعلى شوية فبيكسب. وده انا دايما بنصح بالمراحل، احسن ان حد يشتري بيها، يعني يشتري في المراحل دي، لان طول ما هو شغال انت عمال تكسب، طول ما اشتريت بدري انت عمال تكسب. لما تشتري المشروع كله ما تروح مره واحده مفيش مشكله، وهتبقى عارف كمان الماستر بلان كامله، وعارف مين جيرانك ومين جنبك ومين مشتري ومين مش مشتري، والمشروع كله الخدمات بتشتغل مره واحده. هي مخاطره بس حاجه كويسه، زي ما ليها عيوبها ليها مميزات. طيب ده بيأثر على المشتري؟ بيأثر على المشتري طبعا. خليني اكلمك بصراحه، لو اشتريت في المراحل الاولى والمطور سلم المشروع وطلع فعلا مطور كويس وانهى المشروع بتاعه ودخل في المراحل اللي بعد كده، انت سعر وحدتك بيزيد وانت اللي كسبان، خدماتك بتزيد، المشروع بيتسلم كامل بجوده عاليه، ده الميزه اللي فيه. طيب لو المطور ما سلمش، المطور اتاخر، المطور حصل عنده اي مشاكل، والاسوأ بقى ان هو يسلم جزء في المشروع لمطورين تاني، هيبان معاك الجوده اللي ما بين كل مطور وتاني، فبالتالي هتحس ان انت ساكن في نص مشروع، خدمات اتاخرت. فكل حاجه ليها ميزه وليها حاجه. ننكر شويه. طب ازاي اتاكد ان انا اشتريت صح؟ انا اقول لك ازاي تتاكد انت اشتريت صح. اول حاجه تسال عن المشروع كامل والماستر بلان للمشروع كله. تاني حاجه تسال على الخطه الزمنيه للمشروع. تالت حاجه لازم تكون متاكد من العباءه الماليه للمطور العقاري. ولو عايز تتاكد من المطور العقاري ده كويس ولا لا، انت ممكن تتابع الحلقه اللي قبل كده، هسيبها لكم موجوده بعد الحلقه دي، اتفرج عليها وهتعرف ازاي تختار مطور كويس. طيب مين الافضل، اشتري بمشروع على مراحل ولا مشروع اتطرح كله مره واحده؟ والله دي ليها مميزات ودي ليها مميزات، ودي ليها عيوب ودي ليها عيوب. بس طبعا لو المشروع كبير جدا التقسيم منطقي، وان انت تشتري في مراحل، مشروع متقسم لمراحل، ده احسن بكتير، لان المرحله الاولى اتعملت كويس فالمرحله الثانيه ابتدت، فالمرحله الثانيه هتتباع بسعر اعلى من المرحله الاولى طبيعي، فانت عمال تكسب طول ما هو ماشي، انت عمال تكسب، المشروع بيتسلم كويس، خدمات كويسه جدا. مشروع كبير لازم يبقى على في المطورين اللي عندهم العباءه الماليه قويه جدا، اللي قادر ان هو يعمل مشروع مره واحده ويطرحه كله مره واحده، ده ميزته ان انت بتبقى عارف كل حاجه بوضوح من الاول، ماستر بلان، الخدمات، كل حاجه بتبقى متسلمه. في النهايه سواء اشتريت مع مطور بيطرح المشروع على مراحل او مشروع مره واحده، لازم تبقى عارف فكر المطور ايه واتجاهاته ايه، والمشروع بتاعك خدماته عامله ازاي. وده طبعا كله زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت، هتقدر تعرف المطور ده كويس ولا لا. ما تنساش تشاركنا في الكومنتات وتعمل لايك وسبسكرايب. استنينا الحلقه الجايه، هنتكلم عن الاستثمار في السوق العقاري السكني، ومين هم المطورين اللي نقدر نستثمر معاهم في السكني. وبعد كده ان شاء الله هنبقى نتكلم على حاجات كتير جدا بالنسبه للاداري والتجاري.